مرحبا. تتحدث اليوم وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر عن الادعاءات العجيبة التي تم تقديمها على قناة السلام الجزائرية حول امتلاك الجزائر لحائط البراق في القدس الشريف، وعن تعليقات ساخرة تلقتها القناة بسبب هذه المزاعم. أملاك وقفية جزائرية موجودة بفلسطين، من بينها حائط البراق، تضاف إلى قائمة الممتلكات الوقفية الجزائرية التي لم تسترجع لحد الآن، حيث كشفت شخصيات فلسطينية أن هذا الوقف الإسلامي تعود ملكيته للجزائر، وبإمكان السلطات في بلادنا المطالبة باسترجاعه، إلا أنها حذرت من الخطوة في الوقت الحالي، لا سيما في ظل التطورات الخطيرة بالمنطقة والتي طفت على السطح، خاصة ما تعلق بتداعيات التطبيع المغربي الصهيوني. ومع ذلك فإن الأمر الذي يثير الاهتمام الأكبر هو السخرية والاستغراب الذي تلقته القناة بسبب هذه الادعاءات، والتي توضح أن هذا النوع من الإعلام الساذج لا يتمتع بالاحترام من الناس، ولا يمكنه إقناع أحد بمثل هذه المزاعم. وفي هذا السياق علق أحد النشطاء ساخراً شره لهم بومدياً، وعلق ناشط آخر متهكماً بن لهم غير مكة والمدينة قولوا ملك للجزائر وأهل الكهف من الجزائر. وأضاف آخر متسائلاً لماذا لم تسترجعوا حائط البراق قبل تطبيع المغرب مع إسرائيل؟